ديل لما اتفقنا عليها قضيه كبيره والهم وطن، ما قضيه شخصيه، ما انتصار شخصي لنفسي ولا لنفسك. يعني احنا الان الانتصار محتاجين له انتصار للسودان كله. صح. قلت له يا اخي، قلت له ناس الفرقه ديل لمعلومتك ما دارين القوه دي عشان تمشي تهجم. حتى قائد الفرقه ومعاذ فرقه عبد الله بشير كان كلامهم واضح، قالوا بالرغبه، قالوا الداري هاجم يخليه هاجم، الداري يقعد في دفاع الشندي يخليه يقعد في دفاع الشندي، الداري توزع في الارتكازات نوزع في الارتكازات. الشغل ده كله قالوا بالرغبه. ثاني المشكله وين يا جماعه؟ ما في مشكلة والله كده. الكلام ده كله والله العظيم معاذ رفض. قال لي سالفه، قال لي انت اذا فهمت زي ده جمع ناس، يعني اذا فهمت اتفقت مع ناس القوات المسلحه، اتفقت في راي وشايف راي ده صح وكذا، قال لي والله يبدا طريقنا يختلف. يا زول انت طالما شايف طريقنا يختلف، قلت له ربنا يوفقك وربنا يحفظ الشباب ديل ويقويهم وربنا يعدل عليهم. قلت له في النهايه لو مشيتوا كلكم، انا والله ما بتراجع من القوات المسلحه ولا بتراجع عن قدسين مرتب من بيتنا عشانها. انا حاظل قلت له قاعد مع الجيش لحد ما الحرب دي تنتهي ان شاء الله. وبقينا قاعدين قبلنا دي مع الجيش قبل ما اجيب دي ولا طلعنا يمين ولا شمال. ساق الاولاد ديل قال لهم مع المعامله الخاصه يجينا زي جاي. محمد صديق يجي محمد صديق كانه محمد صديق ده هو القوات المسلحه. يا اخي انا بتكلم باسم القوات المسلحه دي، تقول للاولاد ان محمد صديق يجي محمد صديق. يا اخي انا داير اوديهم بيتنا. غلط غلط. انا الليله لو قلت داير اكون قوه خاصه حقتي ما عليك تقول كلامك ده. يا اخي انا بتكلم باسم القوات المسلحه، تقوم تجي تشخصن الموضوع. كاد الاولاد وداهم كبوشيه، النتيجه شنو؟ الكلام ده له قريب 18 يوم، صح ولا ما صح؟ صح. عليك الله اسال نفس السؤال يا جماعه عاجل الان كلامك ده النتيجه شنو في النهايه؟ لا والله كلامك ده ثاني على الكلام اللي انا سمعته ده معز عنده حاجة في راسه. والله على ما اقول شيء. يعني انت اسال نفسك براك سؤال، النتيجه شنو؟ 18 يوم الاولاد دي لحد لا يتسلحوا ولا مرتباتهم طلبت بطريقه رسميه من الدوله ولا عندهم مهمات عسكريه ولا ومن دول قاعدين مرميين في كابوشيه. اول حاجة انا هسه بكلامك اللي انا فهمته ده، الناس زين على حسب الكلام اللي انت قلت لي ده، الناس زين لسه في قروش ماكلينها من الشباب دي اول حاجة. يا اخي اول حاجه الوالده قالت قروش دي حقت الاولاد دي، حتى ولو عليك ديون انت لا تجيب قروش الا الا ما ديون. ده أسألك الوالي ده القروش دي ما تبرع بها الوالي. يا اخي تبرع بها الوالي، انا واقف انا اللي دفعت التمام للوالي.